ورحمة الله وبركاته. معاكم برنامج يلا كورة مع محمود سلامة. طب اللي مشترك في القناة يشترك في القناة معانا. طبعا النهارده معانا أخبار كتير 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 كتير. النهارده معانا أخبار حلوة أوي أوي أوي. طبعا بخش طبعا النادي الأهلي، بس طبعا أنا بطلب من صحابي وأخواتي وحبايبي إن هم يشتركوا في القناة. الناس كل الناس بتتفرج وما بتشتركش، عايز كل الناس تشترك في القناة عشان القناة تكبر بيكم وأخواتي وحبايبي. صلوا على النبي، صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول خبر طبعا من جوه دار النادي الاهلي، الاهلي يقرر تفعيل بند شراء يحيى عطية الله من سوتش الروسي، او ياخدوا اعاره سنه. يعني الاهلي لو يشتريه او ياخدوا اعاره سنه الموسم المقبل، عشان طبعا انت عارفين يحيى عطية الله كولر معجب بيه جدا دفاعيا وهجوميا، وطبعا ضربات الثابته بتاعته اللهم صل على النبي على عرض على طول في الجون، لعيب بصراحه طبعا جدا 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 يحيى عطية الله. طبعا لو الاهلي هيشتريه هيشتريه ب 2 مليون دولار. ده طبعا بخصوص مين؟ يحيى عطية الله. معانا خبر تاني على علي معلول. علي معلول طبعا انتوا عارفين ان هو لحد وقتنا هذا العقد بتاعه مش متفعل في اتحاد الكوره، متفقين مش متفعل في اتحاد الكوره، بس الاهلي بيديله فلوس، بس الاهلي مش هيسيبه. ليه؟ الاهلي طبعا علي معلول عمل انجازات وبطولات مع النادي الاهلي كتير كتير، وعلي معلول لعيب كبير ومش هيتعوض. يعني طبعا ما بقلش مع علي معلول، ما اقدرش اعمل اي حاجه خالص، احنا بنحبه جدا جدا. بس لحد وقتنا هذا علي معلول حقه يمضي لاي نادي. ده طبعا هو فري، لسه الاهلي ما كانش معاه في اي حاجه. العقد بتاعه مع كابتن محمود الخطيب زي عقد الشناوي معاه. لكن الاهلي لحد وقتنا هذا ما كانش في حاجه، بس الاهلي مش هيمشيه، هيديله سنه طبعا معاه. يعني طبعا ايه، حتى لو هو مش هيلعب هيكرمه طبعا، ما ينفعش الاهلي يمشي علي معلول. طبعا رمز كان في النادي الاهلي وكان لعيب بصراحه، وعمل انجازات وبطولات طبعا كتير مع علي معلول. طبعا في مشكله معانا تانية بتاعت اشرف داري. طبعا اصاباته كتير جدا جدا جدا، وطبعا انتوا عارفين من ساعه ما جه عمال يتصاب ويلعب ويتصاب ويتصاب ويلعب. اصاباتي طبعا جد كبيره جدا. حتى الاهلي كولر كان مجهزه لماتش بتاع العين، اتصاب في التدريب نفس الاصابه اللي جت ساعه منتخب المغرب اللي جبناها من بره بتاعه الكاحل. ساب الكاحل جاله معرفش ايه، شد في رجليه الشمال، ساب دي عنده اصابات كتير. هل الاهلي اما جه اشتراه ما شافش اصابات وجايه من بره؟ طبعا عرفوا يقولوا انه كشفوا عليه وما كشفوا عليه وما شافوش، بس مش عارف. هو ما كشفوا عليه قالوا سليم، بس لحد دلوقتي واخد فترة علاج 30 يوم. بعد 30 يوم هتحدد موقفه بقى، لا يقعد لا يمشوه لا يقعدوه. خف هيدوله فرصة ويكمل، اتصاب تاني هيبقى فيها كلام تاني بقى، يكونش عمال اتصاب بس ما جه ما لمس الكورة خالص. قال لك اشرف داري لعيب طبعا، وهو طبعا اللي رفع الكوره ده حط فينا جول في ماتش الوداد، وطبعا ربنا كرمه علي معلول وحط محمد عبد المنعم طبعا، وتعوض الاهلي كسب طبعا دوري الابطال. بس احنا طبعا ما بنقلش من من قلش من اشرف داري. طبعا اشرف داري لعيب كبير، بس لحد دلوقتي واخد 30 يوم علاج، وهيبان بعد 30 يوم علاج ايه اللي هيحصل. في خبر تاني طبعا عن يعني من جدران نادي الزمالك بخصوص تفعيل بند حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد اتحاد الكورة حسام عبد المجيد لجنة الكورة بالزمالك هتفعل العقد بتاعه عشان بياخد 4 مليون جنيه في السنة، هيخلوه 8 أو حاجة أو 9. قالك ده لعيب ومسمار والدفاع، هو فعلا حسام عبد المجيد لعيب طبعا مش أي حاجة، بس طبعا هيزودوا العقد بتاعه من 9 ل 10، بدل 4 هيزودوه العقد بتاعه. ده اللي هو حسام عبد المجيد. نرجع تاني الموضوع بتاع امبارح اللي احنا بنتكلم فيه، استاذ زيزو. لحد دلوقتي زيزو ما مضاش ولا في اي حد قاعد معاه. طبعا هو والد زيزو مستني النهارده هيقعد مع مين؟ مع كابتن حسين لبيب، هيقعد يتكلم معاه يشوف بقى هيمضي ولا هيقعد ولا هيمشي ولا مش عارف اي حاجه لحد دلوقتي. مشي او قعد الله اعلم، او ممكن مثلا، بس انا اللي اخر خبر سامعه ان عايز مليون دولار اول حاجه على الاخر. ادوله مليون دولار ممكن يقعد، ما ادولوش يبقى طبعا. بس لحد امبارح ما حدش عارف اي حاجه لحد دلوقتي، لحد الساعات اللي بتكلم فيها احمد سيد زيزو على كف الرحمن يا يقعد يمشي، ما حدش عارف اي حاجه عن اي حاجه. طبعا ده كان خبرنا عن نادي الزمالك. نخش على خبر تاني، طبعا المنتخب يلعب من الجمعه الجايه
والقايمه طبعا بتاعتنا ضمه مين واخدين من الاهلي؟ عمر كمال عبد الواحد، احمد حسن كوكا، عمر كمال، ومحمد شناوي، مصطفى شوبير. طبعا دول اللي راحوا من عند النادي الاهلي، طبعا خارج الناس اللي هم اتصابوا اللي هو حسين الشحات وامام عاشور، طبعا ده خارج حسابات ايه؟ كابتن حسام حسن. هو طبعا ما ينفعش نعلق ان هو خد دونجا، ربنا يديله الصحه، اللي بيعمل لي كده بدماغه دي ني 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 ني، خد دونجا وساب امام عاشور. انا صراحه على مسؤوليتي، انا صراحه دونجا ولا ده ضريب 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 بامانه يعني. انا صراحه مش معترف بس ان هو سوى عليه ده ضريب بس، حطه في مسمار وقال عدي موته جزار نص الملعب، لكن كلاعب هو مش لعيب. ممكن تقول مثلا عبد الله سعيد، عبد الله سعيد طبعا ليه تاريخ جامد مع النادي الاهلي، عبد الله السعيد جامد في نص الملعب. ناصر ماهر طبعا لعيب جدا جدا ناصر ماهر، لكن دونجا لا صراحه لا خلاف عليه. طبعا ده رايكم انتوا، بس انا رايكم انتوا غير رايي. انا رايي ان هو بصراحه على قد يعني، جاي مخلص من بيراميدز مش قادر يجري وبراحته. ناس كتير قوي حتى انتقدوني، انت بتقول على دونجا؟ ايوه يا عم، انا اقول عليه وحش وحش، حلو حلو. ولا اهل لو في اهل في لعيبه وحشه اقول لك عليها وحشه، مش هنجامل. وحش وحش، حلو حلو، واللي يزعل منها براحته. احنا ما بنجيش على نادي الزمالك ولا بنيجي على النادي الاهلي ولا بنيجي على اللي وحش نقول عليه وحش، والحلو نقول عليه حلو. ما حدش يزعل مننا، وده راينا. انا بحتفظ براينا، واللي انتوا شايفينه برضو لو انتوا مش رايه مش عاجبكم براحتكم، بس انا اقول لك راينا هو على الله حكايته. شوف الخبر اللي بعد كده. طبعا خبر تاني يهم الناس الاهلاويه، الناس كلها بتستنيه، محمد علي بن رمضان. الاهلي بيجدد الثقه تاني ان تفاوض معاه تاني. الاهلي عايز محمد بن علي بن رمضان، الاهلي يتفاوض معاه تاني الايام اللي جايه، لان ناقص له شهرين على او يناير هيبقى فري. هيرجع للترجي التونسي، هي فري، نرجع ان شاء الله على القاهره، على الجزيره. اللي يجي على الاهلي ده يرجع على الترجي التونسي، شهر واحد هيبقى فري. محمد علي بن رمضان او محمد بن رمضان زي ما انتوا بتقولوا، هيبقى فري في شهر واحد. لا الاهلي ياخده لا ايه، لا يروح الترجي التونسي. هو ده اخر خبر اللي احنا ايه قلنا عليه، الناس كلها مستنيه من السنه اللي فاتت، عمالين يقول محمد جاي محمد جاي محمد جاي الشهر الجاي، لا ده هيمضي، ده فلوس هتتحول، ده كابتن محمود الخطيب هيحول الفلوس، لا ده مش عارف ايه. هو في شهر واحد هيبقى فري، لا يجي لا يطلع على الترجي التونسي. طبعا ده كله ده في ايه؟ في ايد اداره النادي الاهلي. لا يجيبوه لا ما يجيبوش. طبعا مش عايز اطول على حضرتك كده طبعا عشان مش ايه دم تقيل عليكم طبعا، اخباركم تتضايقوا مني. وطبعا انا عايز كل حاجه عايز اقولها لكم ان انتوا تشتركوا وتفعلوا القناه عشان القناه تكبر بيكم، وان شاء الله طبعا كل اخبارنا حصريه هتبقى مع يلا كوره محمود سلامه، والسلام عليكم.